تختلف عادات الشعوب الإسلامية في شهر رمضان الكريم، وتكون في كثير من الأحيان غير مرتبطة بتقاليد الدين الإسلامي نفسه، بل تعبر عن روح الشهر الكريم والابتهاج بقدومه. ففي تركيا مثلا تنطلق الزغاريد من البيوت، لا سيما تلك التي تضم كبارا في السن، يعبرون من خلالها عن فرحتهم بإعلان ثبوت الرؤية وبدء الصوم. وفي إندونيسيا تمنح إجازة للتلاميذ في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتنظم المدارس برنامجا خاصا يتضمن إفطارات جماعية ومحاضرات وعبرا من أحداث رمضان عبر التاريخ. أما في باكستان فيزف الطفل الذي يصوم للمرة الأولى على أنه عريس، ويرتدي ملابس تشبه ملابس العريس مع غطاء ذهبي على رأسه. وفي ماليزيا تطوف السيدات المنازل لقراءة القرآن بين الإفطار والسحور. وفي موريتانيا يقرأ البعض القرآن الكريم كله في ليلة واحدة. وتتضمن طقوس رمضان أيضا حلق الرؤوس قبل حلول الشهر بأيام، حتى يتزامن نموه مع بداية الشهر المبارك ويسمى شعر رمضان.